MTV Maroc, قناة كل المغاربة. معكم الشابة مايا، كنشكركم كاملين كاع الصحفيين اللي حاضرين معايا. نقدم لكم راسي، اسمي مايا، مغنية مغربية. كنتوجه بالشكر لكم كاملين، وفرحانة بالحضور ديالكم معايا، وفرحانة بالاستقبال ديالكم ليلي. كنشكركم كاملين. واش من هي الفنانة مايا؟ مايا مغربية، هنا بنت أزرو من مدينة أزرو، من عائلة فنية أمازيغية. مايا بدات من 2016، بديت كمغنية طربي خليجي بما يخص الطربيات، ومن بعد فاش مشيت لأوروبا تنقلت للراي، حيت ما كلشي كيبغي الأغلبية الراي، ولقيت راسي في الراي ودرت أعمال راي، كنتمنى ننجح فيها وكنتمنى يعجبوا الناس. يعني قبل فتح المجال للإخوة الصحفيين لطرح أسئلتهم، موضوع الألبوم الأخير، دابا هو كيسولك اوكي. الموضوع ديال الالبوم الاخر هو اسمه خيري عليك بان. بحال كاع البنات اللي ما نجحوا لهمش علاقات، واللي كانت في علاقه وانا كانت مع واحد الانسان نقدروا نقولوا كان في واحد الطريق الخطا، وهي بكونه هي زعما حضنات عليه وبحال خرجات من واحد الميليو اللي خايب وبخا ما مصدقش معاها. فوالا اغنيه كتقول خيري عليك بان، وفوالا. الان المجال مفتوح للاخوان الصحفيين. البدايه ديال مايا الفنيه كيفاش بديتي الشخصيه انا مني كنت صغيره وانا كنغني، يعني مني ماشي قريت عليه ولا انا منين فقت عليه وانا كنغني، حكم كانت ماما مغنيه امازيغيه وانا كنت كنعشق الغناء وكاع لي ستيل كنت كنغنيهم. وفي البدايات ديالي بديت هكاك بارازار جات، كنت كنغني كيف ما قلت لك خليجي عراقي طربي، بقيت كنغني هنا في المغرب تقريبا كامل. من بعد عاد باش توجهت للراي صافي وكملت في الراي لحد الان. شكون اللي اكتشف الموهبه ديالك؟ انا ماما خويا، المهم كاع لونطوغاج اللي معايا. مجال المقارنه بين الاغاني الطربيه والراي؟ وصراحة ما كاينش مقارنة، حيت باش تغني طربي ولا خاص يكون بزاف د الحوايج، والراي عاوتاني سان ستيل ديال دابا ديال هاد لا جينيراسيون، ما كله حلاوته كيف ما كنقولوا. دابا فاش كتشوفي راسك؟ انا كنشوف راسي غير يكون داك الموضوع كيقيسني كيف ما كانت حتى بالامازيغيه نغنيها، ما عنديش مشكل، ما جيست تكون كتقيسني ولا فيها الحان، فيها فوالا كلمات زوينه. السلام عليكم، عارفين براسك وقربي الجمهور ديالك. سلام، معكم شابة مايا، مغربيه امازيغيه من اصل من ازرو، مغنيه راي. كيفاش بديتي المسيره ديالك؟ مسيرة جات هكاك بارازار، كنبغي نغني وحتى لقيت راسي دخلت المجال. وشكون اللي قصاك تدخلي هذا المجال؟ صراحه انا واخا عندي تشجيعات ديال عائلتي، مي انا اللي بغيت. وشكون اللي ساندك هذا المجال؟ ماما ساندتني بزاف. اش بغيتي تقولي ليها؟ كنبغي نقول ماما ربي يخليك ليا وربي يطول ليا في عمرك، وانتيا هو علاش انا كاينه وعلاش انا عايشه، وربي يخليك ديما تشفق راسك. كنموت عليك. واش ما لقيتيش صعوبات في هذا المجال؟ سي كاين صعوبات بزاف، مي الحمد لله رضات الوالدين. قربين على هذا العمل الفني الجديد. فوالا العمل الجديد هو نازل ديجا، هو خيري عليك بان، وأغنية كتلتمس موضوع بين مرا وراجلها، زعما كان في شي ميليو خايب وهي خرجته من داك الميليو، ابخي ما صداقش، ابخي فوالا بحال بزاف ديال العائلات وكتهضر عليه. وكي جاك تعاملوا مع مهلاط رشيد؟ الصراحة أحلى وأرقى تعامل. رشيد إنسان طيب بزاف ورقي، والتعامل معاه زوين ولد الناس، وربي يوفقه في مسيرته الفنية. اش بغيتي تقولي لي فان ديالك اللي كيتابعوك؟ لي فان ديالي كنموت عليكم بزاف وكنبغيكم، وكنتمنى تشجيعاتكم ليا، وكنتمنى نال اعجابكم،
وكنوز عليكم. شكرا. كلمة راجل خسارة في واحد كيفك مبهدل، حلة برخيص زيدها مغرور، في الحنانة خاصك ميزاجور ميزاجور، يا يخير عليك بان قاع قالوا لي زيان، يا يخير عليك بان قاع قالوا لي زيان. الاشتراك في قناة MTV Maroc والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الفيديوهات.